الكويت وأميرها وشعبها من كل مكان. ونحن نعبر اليوم عن فرحتنا وابتهاجنا بسلامة ونجاة سمو أمير البلاد حفظه الله. نجدد العهد ماضين خلفه وخلف حكومته الرشيدة وخلف كافة التنظيمات الشعبية التي تمثل إرادتنا جميعا. خلف هذا جميعا نحاول أن نكرس ونؤكد ما قطعنا العهد عليها ماضين في سبيل ونصرة الكويت جميعا. الكلمة الآن للسيد رئيس مجلس الأمة الأستاذ أحمد عبد العزيز السعدون، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس امتدت يد آثمة إلى الشعب الكويتي بأسره، ممثلا في رمز عزته وكبريائه، ممثلا في أمير البلاد وقائدها، بعدوان مدبر من جانب فئة إرهابية قادرة خططت لجريمتها وحسبت أنها ستنال بتهديدها ووسائلها الابتزازية من تماسك هذا الشعب الآمن في أرجائها، من تماسك هذا الشعب الأمي واستقراره، وحسبت أنها ستبلغ غايتها في زعزعة الأمن في أرجاء هذا البلد الطيب. ولكن يد القدر وقفت لهذه الفئة بالمرصاد، وكتبت النجاة والسلامة لأمير البلاد وقائدها وللبلاد، حتى تبقى الكويت شامخة على الزمن، ويظل أبناؤها البررة يدا واحدة قوية صامدة لا تتخاذل ولا تتهاوى أمام الغادرين وعصبة الشر، ليثبتوا للعالم أنهم أمة الخير القادرة على الفداء، الثابتة على اليقين والإيمان بمحبة الوطن، المستعدة لكل تضحية مهما غلا الثمن. لقد وقفت الكويت منذ لحظة الاعتداء على أميرها وقائدها، هذا الاعتداء الذي خاب أثره بعناية الله العلي القدير، وقفت بكل ضميرها ووجدانها مع رمز انتمائها العربي ورمز انتمائها الإسلامي، وقفت مع حامي حريتها ونظامها الديمقراطي، وقفت معه أبا وقائدا، أميرا وقائدا، ووقفت معه أبا لهذا الشعب، ووقفت معه ابنا لهذا الوطن. ولقد أعرب مجلس الأمة عن خلجات الشعب في البيان الذي بادر إلى إصداره، وازداد التفاف الشعب حول راية عزه ومجده، ومع استقلال قراره ومكتسباته، وبقى على السلطات المختصة أن تحزم أمرها في تعقب المجرمين المتآمرين القتلة، وإنزال العقاب الصارم بهم جزاء وفاقا وردعا لسواهم ممن تنكروا لأبسط مبادئ الإنسانية وقابلوا كرم الضيافة بالجحود والغدر، فاستحقوا القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لقد أثبت الشباب الذي استشهد في هذا العدوان
في سبيل الدفاع عن كرامة الكويت. إن في هذا البلد أبطالا على استعداد للتضحية والاستشهاد إذا ما جد الجد، فلهذا الشباب منا تقدير خالد على الزمن، ومن الله جلت قدرته واسع الرحمة والرضوان، وللمصابين نسأل الباري عز وجل الشفاء وموفور الصحة. وأخيرا فتهنئة للكويت بسلامة القائد، وللغائد بسلامة الكويت في شخصه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.